انتي نسيتي ان ابوكي حتة مؤذن لا راح ولا جه. تخيل لما تبقى تهمتك في الحياة ان ابوك رجل دين، ان ابوك مؤذن. تخيل لما تقعد تربي بنتك وتعلمها وتخليها تاخد ماجستير وتبقى فرحان بيها كده وانت راجل شريف محترم بتشتغل مؤذن، وتيجي في الاخر تبقى دي تهمتها، تبقى دي العار اللي في رقبتها. ما ينفعش تتعين معيدة عشان عميد الكلية شايف ان ابوها مؤذن، وان دي شغلانة مخلة او شغلانة لا تليق بمعيدة في الكلية. مؤذن اللي هو الراجل اللي بيصحى الفجر من نومه عشان ينزل يصحي حضرتك ويصحيني ويصحينا عشان نقوم نذكر ربنا، نذكره بجد، مش نقول كلام يكشن نتعظ او نعرفه بجد. طيب ولو كانت بنت بلوجر كان بقى تمام، لو ابوها ممثل او مغني كان بقى تمام، كانت هتبقى واجهة مشرفة. والله انا افهم انه ممنوع انها تتعين في حالة ان ابوها عليه شبهة، ان ابوها راجل سمعته غير طيبة، ساعتها نتكلم ونقول انما انه مؤذن رجل دين. طب احنا بنصدر يعني للناس فكرة ان رجال الدين اصبحوا درجة 10 في المجتمع، اصبحوا غير مشرفين. يعني انا ابويا لو مؤذن ولا شيخ ولا كاهن ولا ايا كان ده شيء يدعوني ان انا استخبى، اني اخبي ما اقولش، مش العكس. راجل محترم، مؤذن، رجل دين، راجل كويس، بنته بنت زي الفل، خدت ماجستير وتعبت واشتغلت وعملت، ناقصها ايه عشان تتعين؟ يعني ايه الرفض ده؟ ايه الرفض ده؟ طيب بعد اذنكم احنا محتاجين كلنا نتكلم في هذا الموضوع، عشان هذه الفتاة الجميلة تستاهل ان هي تتعين في مكانها اللي هي تعبت عشانه. هي مش واخده حاجه بقشيش من حد ولا حد مديها حاجه من خيره، ده حقها. ولان ابوها راجل محترم، ودول الناس اللي لازم يظهروا في المجتمع ونقول ان هم دي ناس كويسه، وهي دي. لا، هو احنا لغينا الاشغال خلاص؟ يعني هم ما بقاش في الاشغال العاديه، مهندس ودكتور ومحامي ومؤذن، دول خلاص دول ما بقوش موجودين. بقى في بلوجر وبقى في يوتيوبر، هم دول الشغلانات الجديده اللي طلعت، اللي احنا على اساسها ولادنا هتتعين في الاشغال وفي الجامعات. لا معلش، دي فتاة جميلة وابوها راجل محترم، ولازم نقف جنبها عشان تاخد حقها قانونا ان هي تتعين في المكان اللي هي سعت ليه وتعبت عشانه، وعشان ابوها راجل